هو انت فعلا فاهم نفسك؟ ده سؤال بسأله دايما للناس لما بتيجي تشتكي وتقول الناس مش فاهماني، فبرد عليه السؤال بسؤال: طب وانت بقى فاهم نفسك؟ في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي تتأكد انك فاهم نفسك او مش فاهم نفسك. لو انت فاهم نفسك هتعرف تجاوب على 4 موضوعات اساسية. هو انا فعلا راضي عن نفسي؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني: هو انا مبسوط في علاقاتي وهم مبسوطين معايا؟ السؤال الثالث: هو انا كل يوم وانا صاحي من النوم الصبح قادر انزل كده بنشاط وحيوية عشان ابدأ يومي؟ السؤال الرابع: هو انا بتبسط؟ يعني لما يكون عندي حاجة وهدف عايز اروح له واحققه، هل انا فعلا بتبسط؟ دول 4 حاجات لو حضرتك قدرت تجاوب عليهم يبقى معناها انك فاهم نفسك. بس خليني اقول لك ان معظمنا مش فاهم نفسه. خليني اقول لك ان اي واحد في الحياة عنده 4 جوانب: رقم 1 نفسه، رقم 2 علاقاته، رقم 3 محفزاته او دوافعه، رقم 4 شغفه او المنطقة اللي عايز يوصل لها. طريقك عشان تفهم نفسك هيبدأ من: هو انا فعلا راضي عن نفسي؟ ودي النقطة الأولانية. علاقتك بنفسك، كتير فينا ما بياخدش باله أصلا إنه عنده علاقة بنفسه. بس خليني أسألك سؤال: هو أنت فعلا واثق من نفسك؟ أنت فعلا راضي عن نفسك؟ راضي عن أدائك؟ لما بتقف قدام المراية وتكلم نفسك، هو أنت فعلا بتبقى مبسوط؟ بتبقى راضي عن الشخص اللي قدامك ده؟ ولا عندك دايما لوم وعندك جلد ذات وعندك حاجات من اللي بتخليك دايما مستاء من نفسك، زهقان من نفسك، بلغة أخرى قرفان منك؟ لو أنت بتعاني من واحدة من الحاجات دي غالبا انت مش قادر تدير نفسك إدارة صحيحة. خليني اقول لك ان كل واحد فينا يقدر يدير نفسه بطريقة صحيحة، وكلنا مختلفين. يعني مش كلنا هندير نفسنا بنفس الطريقة، بس كل واحد فينا عنده المفتاح بتاع إدارة ذاته. احب اسميها دايما زي ما تدخل بيتك ويبقى عندك مجموعة اوض، كل اوضة من الاوض دي ليها مفتاح، ما ينفعش تبدل المفاتيح، كل مفتاح وليه بابه. زي كل واحد فينا ما ليه مفتاحه، كل شخص فينا عشان يدير ذاته لازم يديره بمفتاحه الحقيقي. خليني اقول لك مجموعه امثله تعرفك يعني ايه اداره النفس. في شخص بيصحى من النوم الصبح مبادر مع نفسه كده، يعني يصحى ينزل من على السرير، يتحرك خطوتين 3، يدخل ياخد الشاور بتاعه، وبعدين يطلع ياخد القهوه بتاعته او الفطار بتاعه، وبعدين يبدا يتحرك في اليوم بمنتهى النشاط والسرعه. ده شخص مبادر، سمته مع نفسه كده، هو بيكون راضي عن نفسه لما يصحى ويتحرك بسرعه. في شخص تاني لازم يصحى ويسند ظهره على السرير ويريح شويه ويتامل في السقف ويكلم الحيطان، وده طبيعته، المفروض ان هو يعامل نفسه بالطريقه دي. في واحد تاني لازم يصحى الصبح في جو من الهدوء، يسمع فيروز، يتفرج على السماء الجميله. ده نمط ثالث. شخص بقى رابع لازم يبدا يومه بانه يجيب النوتة بتاعته، يراجع التودو ويراجع الكالندر، وهنا بيكون متسق مع ذاته. ال4 امثله اللي انا شرحتهم لك دول ل4 اشخاص، كل واحد فيهم مختلف عن التاني، بس كل واحد فيهم لو اشتغل على نفسه بالطريقه الصحيحه فهو بيدير نفسه صح، باني علاقه كويسه مع نفسه. المشكله هتيجي لو الراجل اللي المفروض يقوم الصبح ياخد الكالندر اللي مسجل فيها مواعيده وادواته ده قرر انه يتعامل عشوائي، هنا فقد اتصاله مع نفسه، هنا خسر نفسه خلاص. او الشخص اللي المفروض يصحى ويكون مبادر قرر ان هو يريح شويه على السرير بعد ما يصحى من النوم ويكلم الحيطان والسقف، هنا يبقى استخدم الطريقه الغلط مع نفسه، وده هيخليه يخسر نفسه، هيخليه يبني علاقه غير صحيه مع نفسه، وهيكون خسائرها انه هيفقد ثقته في نفسه وهيفقد رضاه عن نفسه. دي واحده من اهم الخسائر اللي هتخسرها لو ما تعاملتش مع نفسك بالطريقه الصحيحه، وده المحور الاولاني، محور كيف تدير ذاتك بالطريقه الصحيحه. لو تجاوزت المرحله الاولى وطلعت فاهم نفسك بجد، هيقابلك التحدي التاني، تحدي العلاقات. انا عارف انك دايما بتشوف الناس كائنات غريبه عنك، وده طبيعي، الناس مختلفين. مش عايزك تتخض لما تلاقي نفسك بتكلم صاحبك في موضوع وتلاقي رد فعله عجيب جدا، انت بتكلمه عن مأساة وكارثة وهو عمال يضحك ويقلش. ما تستغربش، احنا مختلفين. ما تستغربش لما تلاقي نفسك بتتصرف تصرف عادي جدا في بيتك وتلاقي مراتك بتصرخ وتصوت عشان انت عملت التصرف اللي من وجهة نظرك عادي. احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا كيانات بتتعامل مع كيانات، ده غير ده. البني ادم ده ملوش علاقه خالص بالبني ادم ده. عشان كده المحور التاني لو انت فاهم نفسك بجد هو محور العلاقات. هو انت فعلا بتعرف تدير علاقاتك؟ هو انت فاهم ازاي تتعامل مع الناس اللي حواليك؟ خليني اديك امثله برضو. في ناس في العلاقات بتاعتها بتحب تتعامل بمسؤوليه، عندها قواعد ونظام لازم تمشيها، ودول ناس بتتعامل بمنتهى المسؤوليه في علاقاتهم. يعني اول ما تقول له احنا عندنا اجتماع بكره الصبح، يقول لك الساعه كام، هنتقابل فين، هنتقابل امتى، ويبدا يحط لك مجموعه اسئله عشان يفهم منها ازاي هيتعامل معاك. في شخص تاني بقى ممكن يكون عنده نفس الميتنج ده، تقول له عايز اقابلك بكره، يقول لك تمام، اصحى بقى واكلمك. اذا الموضوع هنا عنده ايه؟ مرونه مبالغ فيها. فالشخص اللي عنده مسؤوليه
مقارنه بالشخص اللي عنده مرونه. دول لو جم يتعاملوا مع بعض وهم مش فاهمين انهم مختلفين، المشكله هتروح لابعاد انت ما تتخيلهاش. خليني اقول لك ان معظم الخلافات اللي البشريه شايفاها دلوقتي هي مشكله العلاقات، هي مشكله ناس مش فاهمه بعضها. هو واحد بيتكلم بالصيني وواحد بيتكلم بالهندي والمفروض انهم يفهموا بعض، ده ما بيحصلش. مكاسبك لو قدرت تفهم نقطه اداره العلاقات في حياتك هتكون عاليه جدا، لان هتوفر عليك كميه علاقات توكسيك انت في غنى عنها. كل الناس اللي ما بتقدرش تدير علاقاتها بطريقه صحيحه كل علاقاتها توكسيك ريليشن. لو انت قدرت تدير علاقاتك بطريقه مظبوطه هتكسب حاجه مهمه جدا، انت في العلاقات هتكون راضي وكل الناس اللي حواليك هتكون راضيه ومبسوطه. الاثنين دول بقى مع بعض انا بحب اشبههم دايما بجناحات الطياره. الذات والعلاقات جناحين للطياره، من غيرهم الطياره لا يمكن تتزن. عشان كده دايما بقول لو حصل اضطراب في حياتك مش بس تدور على اداره الذات، لا لازم كمان تدور على اداره العلاقات، لانهم مرتبطين ببعض. الطياره لو حصل فيها ميل، لو حصل فيها انحراف، عمرنا ما هنقدر نقول انه المشكله في الذات او في العلاقات، المشكله في الاثنين. الجناح اللي حصل له داون جريدنج اللي نزل، والجناح اللي طلع، الاثنين مش متزنين. ده المفروض يكون هنا وده المفروض يكون هنا. فلو انا جيت على نفسي عشان الاخر، الجناح ده يزيد والجناح ده يقل. طب انا لو تجاهلت الاخر وعليت نفسي وبقيت اناني، يبقى كده الجناح بتاع الناس نزل وجناح الذات عالي، وفي الحالتين حصل اضطراب في الطياره. الذات والعلاقات في نموذج الطياره ملهم جدا للناس اللي عايزه تعرف حجم الاتزان في حياتها. الاتزان في حياتك مرتبط بانك تكون فاهم نفسك صح، تشتغل مع نفسك صح، تستخدم الاسلوب الصح في اداره نفسك، في نفس الوقت تكون فاهم اداره علاقاتك، تكون عارف الطريقه اللي المفروض تتعامل بيها مع الناس اللي حواليك. خليني اقول لك مفاجاه، اداره الذات هتبقى مختلفه تماما عن اداره العلاقات. يعني حضرتك وانت قاعد في الاوضه مع نفسك، بتتعامل مع نفسك، بتكلم نفسك، تشتري لبس لنفسك، بتختار اكل لنفسك، هتبقى مختلف تماما وانت بتتعامل مع الناس التانيين. لو انت طلعت من الفيديو ده بنتيجه، هتبقى انك تكون متزن في حياتك زي الطياره، جناحها اليمين قصاد جناحها الشمال. بس خليني اقول لك مفاجاه، الفيديو الجاي بقى هقول لك بعد ما الطياره تتزن ويكون جناحها اليمين قصاد جناحها الشمال، عايزين الطياره دي تطير، لان الطياره لو ما طارتش مبقاش طياره، هي اسمها طياره لانها بتطير. عشان تعرف تطير بقى في الحياه يلزمك حاجتين تانيين، واحده منهم اسمها الدوافع او المحفزات، الموتيفيشن، ودي اللي هتزقك عشان تطلع من الران واي وتعمل تيك اوف وتطير. بس بعد ما تطير لازم تبقى فاهم انك محتاج وجهه، محتاج ديستنيشن، محتاج مطار تنزل له، ولما تنزل له تطمن فيه. بعد اللي انا شرحته لك ده تكتب لي بقى في الكومنتات، هل انت فعلا طلعت عارف نفسك